تفضلي. احنا من حقنا كنواب ما نحكي تحت القبه، احنا ما نحكي مشاكلنا وهو حقك تحكي في وقتك. حقنا نحكي من تحت القبه. تفضلي. اللي بدي احكيه انا يعني بالنسبه لوزيره الاعلام بدي اقولها كلامك سكوتك فضيله وكلامك فضيحه. وزيره الاعلام تطلع علينا على قناه المملكه يا دكتور نصار المعترضين قاعدين بيستفزوا المعترضين ابناء البلد، في ناس بيستفزوهم. انا اللي بدي احكي طلعت علينا على قناه المملكه وبتقول انه بتقولها المذيع شو قصه التعيينات؟ بتقول لهم اي تعيينات؟ بقول لها شو قصه التصريفات؟ بتقول لهم اي تصريفات؟ خلاص ثلاثه تعينوا، خلاص ثلاثه تعينوا، وفي واحد يا اخوان تليفونات لو سمحت رسالة. تفضل تفضل دكتور حسن، وفي ثلاثه تعينوا وواحد منهم لو شفتوه على الفيديو يعني وقع عليه تعب نفسي. اما الضفاير مشوا على اقدام 30 كيلو، اما الكراكيه، اما المعانيه تحت البطن، هذول ما وقع عليهم تهديد نفسي. ولا تسأل، اسمعني يا دكتور ارجوك بدي احكي السؤال رقم 2 كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8676 تاريخ 4/12/2018 جوابا على السؤال رقم 68 والمقدم من سعادة النائب السيد فواز السعودي. حكيتي ما في كفاية ومش وقتك، وقتك بعد الأسئلة. لو سمحتي فواز بس الملف. تفضل فواز لو سمحت. زار بيت وخذ رسالتك. احكي معي، اعطي معي الوزير بس عشان ما يصير الكرس. اعطي معي الوزير. طيب يا اخي سمحتي. تفضلي معي الوزير. تفضلي. سعادة النائبة الله يعطيك العافية والمقدرة. سعادة النائبة خلال الرئاسة الجديدة أنا أكون كل احترام وتقدير لكل شاب أردني، وأكون كل التزام حكومي بالبحث عن حلول لهؤلاء المشاكل. لم يكن القصد مما قيل الإساءة لأحد أو تقليل من شأن أحد. أنا قلت إنه عنوان الحكومة بحيث تلتزم بالكفاءة والعدالة في التعيينات. هذا ما قلت سيدتي ما يحدث من شباب العالم ومسيرهم مقدر ومحترم، ونقول أن هناك مشكلة حقيقية هي مشكلة البطالة تسعى الحكومة إلى حلها ووضع الحلول من خلال الأولويات. وما ذكرت تماما يصب باتجاه شرح السياسات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن. السؤال رقم 2 كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8676 تاريخ 4/12/2018 جوابا على السؤال رقم 68 والمقدم من سعادة النائب السيد فواز السعودي. تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس شايف في تشنج في الموضوع كامل. انا لدي 4-5 صفحات ورد على السؤال. ارجو اعطاني وقت كافي لاتكلم لما يجوز. تفضل.